ايوا اخواني في الله، الهكاوي ولاو البوليزاريو كيهينوه كيف ما بغاو، ومنين كيشتي كيتجبد ليه الودنين. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد على زكارا بليس. المهم شوفوا الصوره ديال هاد اختنا هادي وحده جزائريه، بطبيعه الحال من ابواق النظام تما، ابواق نظام الكبرانات. مشات للبوليزاريو، هي يمكن محاميه ولا ما عرفت ليها، مشات للبوليزاريو ولا المخيمات في تيندوف. حبسوها في شي بلاصه، خلاوها بالجوع بالعطاش، خرجت دارت لهم واحد اللايف كتبلبل، عاودات داكشي اللي طرا ليها، رجعات بحالاتها. يعني هذا دليل على ان كاين الجزائر الشماليه والجزائر الجنوبيه اللي هي مخيمات تيندوف. ف في اللايف ديالها نضات تسب في المغاربه، ما فهمش واش حنا اللي حبسناك اختي وخليناك بالجوع والعطاش ولا هما. المهم، فهذا ان دل على شيء فهو يدل ان الجزائر دوزيام كلاس تما، لان البوليزاريو واكلين شاربين مفطحين. وبطبيعه الحال انت كجزائري اللي كتقول هذه ارضك واللي هي اصلا ارض مغربيه، الصحراء الشرقيه كلها، كتقول على انها ارضك، ما محقتش دير فيها اللي بغيتي، ما محقتش تدخل ليها الا بتصريح من عند البوليزاريو حتى يكونوا راضيين عليك، واخا تكون بوق ديال النظام ديال الكبرانات. فهذا ان دل على شيء فهو يدل على قمه الدل والانحطاط اللي عايشها الكائن الهكاوي قدام البوليزاريو. انا شي وحدين شفتهم متضامنين معها مغاربه، ما عرفتش واش ساركازم ولا شنو، لكن بالعكس عجبني الحال، عجبني الحال لان داروا لها هادشي وخرجت تبكي وتشكي. فبصحتك، بصحتك الاهانه في قلب بلدك، بصحتك تستاهلي. تحياتي.